تعرف ان المتحف المصري الكبير هيدخل موسوعه جينيس سنه 2026، بس احنا محتاجين منكم حاجه صغيره قد كده، ومش رح تاخذ منكم لا وقت ولا مجهود ولا فلوس ولا اي حاجه. تعالوا بقى اقول لكم ايه الحكايه. دي الباشمهندسه سنة ابو عزاره، معماريه جزائريه فرنسيه، من كتر حبها واعجابها بالمتحف عظمه وفخامه وشيء ما بتشوفوش اي مكان اخر. قدرت تقنع جينيس وورلد ريكوردز ان المتحف المصري الكبير يستحق لقب ارقى مبنى في العالم، بس ده برضه يعتبر لقب سبجكتيف، يعني ممكن نختلف عليه، مش زي ما اقول لك مثلا ان برج خليفه هو اطول مبنى في العالم، دي ما فيهاش نقاش. بس عشان ده لقب جديد في جينيس هم طلبوا من باشمهندسه سنة محتاجين الى جمع 500 ألف توقيع من مصر ومن العالم ككل قبل نهايه 2025 من ناس موافقه ان المتحف ياخد لقب ارقى مبنى في العالم. وعشان كده اطلقت مبادره من باريس يوم 29 اكتوبر لجمع توقعات من كل انحاء العالم عشان تسجل المتحف المصري الكبير كارقى مبنى في العالم. وانا لما عرفت المبادره قلت للباشمهندسه سنة ان شاء الله سهله نجمع الرقم المطلوب ده، ان احنا 120 مليون مصري، وطبعا بدعم اخواتنا وحبايبنا في الدول العربيه في السعوديه والجزائر بقى وكل الدول العربيه دي. 500 مليون عربي يا جماعه، يعني ان شاء الله سهله. واحنا بقى من قدام عمود النصر لازم يا جماعه ندعم المبادره دي من خلال ان احنا نملى الفورم ده، هتلاقوه موجود على البيج عندي في الهايلايت ده، موجود بثلاث لغات عربي وانجلش وفرنش، بس محدش يملى الفورم مرتين عشان جينيس بيعرفه. وزي ما تقولوا انتم الشباب، شيروا واعملوا لايك وما تنسوش توقعوا على اللينك اللي موجود تحت، عشان ان شاء الله لازم ندخل موسوعه جينيس قبل سنه 26 ان شاء الله. شكرا. انا عايز اشكر حضرتك جدا شكراً. على مجهودك وتقديرك للمتحف المصري. شكرا جزيلا، كله عشان مصر وسياحة مصر والبحث العلمي في مصر إن شاء الله. المتحف المصري الكبير يصبح مرجع أكاديمي يدرس في أرقى جامعات العالم. شكرا بهاء، شكرا على دعمك. معلومة من المعمري.